السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شايفين المحشي ده وجماله؟ تعالوا اقول لكم انا عملته ازاي. هتعمليه بالطريقة دي وهيطلع معاكي تحفة، ولا بيفك ولا يفك منك ولا هيعجن، وهيطلع طعمه حكاية. تعالوا يلا نشوف انا عملته ازاي. هبدأ الاول بسلق الكرنب. جبت حلة وحطيت فيها مية وملح وسبتهم يغلوا. هنزل بنص معلقة من الكمون وهديلهم غلوة كده. هبدأ اجيب الكرنبة، هشيل الراس بتاعتها بالشكل دوت، وهبدأ ان انا اقلب الكرنبية بتاعتي على وشها واحطها في قلب المية. هسيبها تاخد غلوتين، وهبدأ ان انا اعدلها واخليها على ظهرها بالشكل ده. اول ما تبدأ الكرنبة بتاعتي تستوي هبدأ ان انا اخلع ورقة ورقة واتأكد ان هي استوت. مش بتعرفي ان هي استوت بشكلها، هتبدأي تمسكيها كده بايديكي. اول ما تلاقيها استوت وطريت خلاص كده تطلعي الورقة بتاعتك. هبدأ بقى اخلص بقية الكرنبة بتاعتي سليق، وهبدأ ان انا اخروحها ازاي او اقطعها ازاي. هبدأ اجيب الورقة بتاعتي بالشكل دوت وهتنيها، وهجيب السكينة وهبدأ اشيل العقب او السمك بتاعها التخين اللي فوق ده. هبدأ بقى ان انا الفها رول بالشكل دوت، وهبدأ ان انا اقطعها. هتقطعيها 2 او 3 او 4 على حسب حجم الورقة بتاعتك، وعلى حسب حجم الصباع انت عايزاه كبير صغير وسط. بس دوت كان الصباع معايا طالع وسط وكان جميل. هبدأ بقى ان انا اقطع الورقة بتاعتي 2 كده عشان احشيها والصباع بتاعي يطلع صغير وحلو. هبدأ بقى اعمل الخلطة بتاعتي. جايبة بصل وفرماه وحاطة في الصينية معلقتين من السمنة وسايباهم يسخنوا، ونزلت بالبصل والفلفل لحد ما احمروا بالشكل دوت. وهبدأ انزل بمعلقتين من الهريسة وهديلهم تقليبة لحد ما الهريسة تتسبك مع البصلة. هبدأ انزل بقى بالطماطم بتاعتي وهديلها تقليبة بالشكل دوت، وهسيبها لحد ما تتسبك. كده كانت اتسبكت معايا. هبدأ بقى ان انا اجيب البهارات، بابريكا وكمون وفلفل اسمر والسبع بهارات وكزبرة ومكعب، وهبدأ ان انا اديلهم تقليبة كده وهسيبهم لحد ما يبقبقوا شوية مع بعض. التسبيكة تشرب من البهارات. هجيب بقى الرز بتاعي وهنزل بيه والخضار، وهبدأ ان انا اقلب الخضار مع الطماطم، وهسيبهم ان هم على النار ثواني كده. بقى كنت حشيت المحشي بتاعي ورصيته في قلب الحلة، وكمان عملت بتنجان وكوسة وفلفل. وهبدأ ان انا اسقي الكرنب. خطوة مهمة سقي الكرنب. هتبدأي ان انت تسقي الكرنب لحد اخر صباع، وهتهزي الحلة كده عشان الشوربة تنزل لتحت. اول ما الشوربة تيجي على الوش كده يبقى كده خلاص، ما تحطيش شوربة تاني. هبدأ بقى اسقي البتنجان راخر وهسيبه يستوي. وده بقى كان شكل المحشي بعد ما استوى. شايفين عامل ازاي؟ تحفة. وده كان محشي البتنجان الاخر كان استوى معايا، كان طعمه ولا ألذ ولا اطعم من كده. قدميه بقى بالشكل اللي يعجبك. بصوا بقى الصباع ولا فكك معايا ولا اي حاجة، وتحفة وطعمه ولا اروع من كده. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة واللايك والشير.